السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين ودايما ان شاء الله في احسن حال. انا ميمو جمال ودي قناتي. لو اول مره تشوفيني بتمنى تعملي سبسكرايب وتفعلي الجرس وان شاء الله يوصلك مني كل جديد. ان شاء الله هنخزن مع بعض النهارده الجوافه بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا جدا. عايزه اقولك هتقعد معاكي من السنه للسنه وهي لونها ابيض، وكمان مش هتعمل معاكي ريحه خالص في التلاجة. عايزه اقولك الجوافه اللي انا ضربها في الخلاط دي وهوريها لك دلوقتي من غير لبن ومن غير اي حاجه خالص. طريقتها سهله وبسيطه جدا ومش مكلفه خالص، وما شاء الله يعني الجوافه بترمي. تمام، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه كده ونسمي الله. وعايزه اقولك والله طعمها حلو جدا جدا جدا، وزي ما انت شايفه كده بيضه وجميله. تعالوا بقى كده نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده انا هقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا معايا جوافه. تمام، هاتي الكميه اللي انت عايزاها واللي تريحك. تمام، دول 3 كيلو. انا مش هعمل فيها اي حاجه خالص. انا طبعا مسكتها غسلتها مرتين حلو جدا وغيرت لها الميه. هقطع من فوق بس الحته ديت والحته اللي تحت دي، وما تاكليش منها قوي يعني الحته اللي تحت، وامسكها اقطعها 4 كده بالظبط. خلي بالك، خليكي حنينه كده على الجوافيه، عشان الجوافه من الحاجه اللي هي طريه يعني وما تعملش في ايدك، مش بتستحمل خالص، روحها خفيفه. هقطع كده من فوق ومن تحت. طبعا انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو. تمام، انا بقطعها 4 كده. هاتي الجوافيه تكون ناشفه او حتى طريه، مفيش مشكله خالص، اهم حاجه المعامله معاها تكون بحنيه. خلاص كده انا بقى هعمل معايا الكميه كلها اهيت. تمام، انا كنت مقطعه دول وقلت ايه ما اطولش عليكم الفيديو. هعصر عليها بقى ليمون. 3 كيلو ليمون دول 3 كيلو جوافه دول هعصر عليهم 3 ليمونات بالظبط. تمام، زي ما انت شايفه كده انا بوريكي قدامك. شيلي بس منهم البذر وخلاص. وهبدا اعصر الليمون كده اهو زي ما احنا شايفين. اهم حاجه اتعاملي مع جوافه بطريقه كده حنينه خالص، عشان احنا عارفين ان الجوافه من اللي هي من النوع اللي هي طريه يعني بتبوظ بسرعه، تتهري معاكي. تمام كده، ببدا اعصر كده في كل الجوانب عشان خاطر تنزل معايا الليمون ينزل تحت في الجوافه. وهبدا اقلبها. بصوا هقلبها ازاي، زي ما انت شايفه كده، بجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق. لو انت بقى معاكي طبق اوسع من ده يبقى احسن. انا بقى هقلبها كده مع نفسي وهوريها لكم. هلبس بقى كيس كده اهوت، ما تحطهاش بمعلقه عشان برضو ما تتهريش منك. البسي كيس او بايدك مفيش مشكله خالص. انا معايا كيس تلاجة نضيفه اهيت، فتحتها كده اهو زي ما احنا شايفين، وهبدا احط فيها الجوافه. انا هحط على قد ما انا بستعمل، كل واحد يحط على قد ايه الاستعمال بتاعه يعني. تمام، وهبدا احط كده زي ما احنا شايفين بالظبط. شايفه انا بتعامل معاها بالراحه خالص. وهبدا اطبق الكيس بقى. هحط ده على جنب وهجيب واحد تاني. زي ما احنا شايفين كده بالظبط. في ناس بتشيل منها البذر، لكن لا، ما تشيليش منها البذر خالص، لان البذر ده بصراحه هو اللي بيديها طعم. بيبقى فيه حته ناعمه كده اهوت بين البذر. هي دي اصلا حلاوه الجوافه كلها. فانا بنصحك ما تشيليش منها البذر خالص. وخلي في علمك لما تيجي تضربيها في الخلاط البذر ما بيطلعش كتير اصلا يعني. وانا هوريكم دلوقتي لما اضربها في الخلاط. همسك بقى كده الاكياس. انا هعمل على قد ما انا عايزه. الكيس ده بيعمل لي اللي هي الازازه الريتل، يعني بيطلع في حدود 5 كوبايات، يعني حلو جدا جدا جدا. بصي عامله ازاي بقى. هبدا اطبق الكيس كده زي ما انت شايفه، ما تدوسيش عليه جامد خالص، الجوافه مش بتستحمل.
هعمل انا بقى الكميه اللي معايا كلها وهوريكم. انا بقفل معاكم الكيس التاني اهو، بصوا عامل ازاي. ما بطبقهوش تطبيقتين، انا بطبقه تطبيقه واحده بس. خلصت انا كده الكميه اللي معايا ديت ووريتها لكم. طريقتها سهله وبسيطه جدا جدا جدا. تمام والله العظيم بجد جربوها بالطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله. وتعالوا بقى نعمل العصير. حطيت انا هنا اهوت بتاع 4 جوافات في الخلاط، ونزلت عليهم كده بكوبايه ونص من الميه. تمام. وحطيت نص كوبايه سكر. انا ولا حطيت لبن ولا حطيت اي حاجه خالص. هعصر عليها نص ليمونه ومش قوي، يعني نقطتين 3 كده اهوت. الليمونه ما عصرتهاش قوي. وهبدا اضربها في الخلاط. شايفه عامله ازاي اهوت، ولا حاطه لبن ولا اي حاجه خالص. لازم تضربيها حلوه. تمام. وهبدا بقى اصفيها معاكم. بصوا الجوافه لونها ابيض وزي الفل والله ما شاء الله عليها. خلي في علمك طعم الليمون ده برضو ما بيأثرش عليها خالص ولا ليه اي طعم فيها. شوفي بقى ال4 جوافات اللي انا حطيتهم عشان اعمل بيهم. بص البذر اللي طلع منهم قد ايه، حاجه بسيطه قوي لا تذكر. وانا كده برضو مهدرتش معايا من الجوافه اللي انا جايباها. تمام. بصي حبه قد ايه، ما يجوش معلقه والله. هبدا بقى اصبها في كوبايات وهتشوفوا لونها برضو عامل ازاي. انا ولا حطيت لها لبن ولا لبن بودره ولا اي حاجه خالص. واديكي شايفه عامله ازاي. هي بتقعد من السنه للسنه. الليمون بيحافظ على عمرها، ما بيخليهاش ليها ريحه خالص. ويا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو عجبك الفيديو ما تنسنيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ولو اول مره تشوفيني بتمنى تفعلي الجرس. بستنى تعليقاتكم الحلوه واقول لكم السلام عليكم.